السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في مطبخ ناسيلياكي. أحضر غذائي بنفسي. اخترت لكم اليوم بسبوسة بدون جلوتين بالليمون. تبعوا معي الطريقة والمقادير. عندي بيضة واحدة، راح نستعمل بيضة فقط. 5 ملاعق ممسوحة سكر عادي، سكر حبيبات. أضيف الآن قشور الليمون ونخلط كلش. أضيف ملعقتان كبيرتان مملوءتان عصير الليمون، عصير المركز طبعا بدون ماء. 5 ملاعق كبيرة مملوءة زيت المائدة. عندي 10 ملاعق حليب، لكن راح نحط 5 فقط حتى نشوف القوام، لأن كاين سميد اللي يشرب وكاين اللي ما يشربش. نخلط المقادير مليح بالفوي. نضيف الآن سميد الذرة 5 ملاعق، 2 3 4 5 راني درتهم مملوءة. والفرينة فرينة ريجينات 5 ملاعق ممسوحة. أضيف أيضا 3 ملاعق صغيرة ممسوحة خميرة كيميائية بدون جلوتين. خلط المقادير جيدا حتى يتجانس الخليط. عندي لي كيسات تاع السيليكون راني دهنتهم بالزيت ودرت رشيتهم بالفرينة. شوفوا القوام تاعي راه نشف. نزيد له الحليب ملعقة، 2 3 نبقاو ملعقتان. اكتفي بهذا القدر. اللي يحبوها تكون جارية شوية يقدروا يضيفوه كامل. خلط مليح. نعمر الآن الكيسات، نحط نصف فقط هكذا. بعد ما عمرتهم الآن نحطهم يطيبوا على درجة 180. الفرن راه سخون من قبل. شوفوا بعد ما طابوا كيفاش جاو حمر يهبلوا. الآن عندي الجرارة، أنا درع الجرارة راح ندير فتحة في الوسط. مادام مازالوا سخونين باه يجيني سهل مباشرة نفتحها. هكذا نفتحهم في الوسط باش نحط المعجون من بعد هكذا كما راكم تشوفوا. ضغطوا فقط بشوية ودوروا. عندي أيضا مربى بدون جلوتين، هذا بدون جلوتين بدون حافظ بدون ملون. ندهنهم هكذا. ندهنهم كامل بنفس الطريقة. عندي كاوكاو محمص والججلان نحطهم الآن هكذا نزينهم. والفتحة اللي في الوسط نعمرها بالمربى هكذا. شوفوا بعد ما كملت البسبوسة جات بنينة وخفيفة وتناسب قهوة الصباح والمساء. نتمنى تعجبكم الوصفة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. وشهية طيبة.